جدار الخوف اسقط إلى الأبد. اللي تغير أنه التوانسة الأحرار رافضين الاستبداد والديكتاتورية مهما كان الحاكم. أول ضحية اغتيال في تونس بعد ثورة الياسمين، شكري بلعيد، القيادي البارز والمعارض السياسي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. تولى بلعيد المولود في نوفمبر عام 1964 منصب الناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين اليسارية التي تأسست بعد الثورة التونسية عام 2011، وترشح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على رأس قائمة مشتركة مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي تحت اسم ائتلاف الكرامة. انتخب أمينا عاما للتيار الوطني الديمقراطي في سبتمبر أيلول الماضي. دخل بلعيد مؤخرا في تحالف سياسي مع القوى اليسارية والقومية وبعض المستقلين في جبهة سياسية موحدة استعدادا للانتخابات العامة التي ستجرى منتصف العام الجاري. بلعيد الذي يعمل حاميا هو عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وقاد خلال الشهور الماضية حملة قوية ضد سياسات حركة النهضة الحاكمة في تونس، وكان من المعارضين للتوجه المتشدد الذي تتبناه عدد من الجماعات السلفية في تونس. أنه بلادنا هي دارنا الوحيدة اللي نجم نعيشوا داخلها بسلم